بسم الله بديت وعلى نبينا صليت. اليوم جيت نحكي لكم حكاية خلالة خضراء. كان حتى كان وكان الله في كل مكان، وكان الحبق والسوسان في حجر نابل عدنان. كان في واحد الزمان بعيد، في واحد الدوار كان واحد الراجل عنده 7 البنات، وذاك العام مرته كانت حاملة، وقال لها إلا ولدتي ولد مزيان، إلا ولدتي ليا البنت غادي نذبحك. وذاك العام كان غادي للحج، ووصاها وقال ليها نبغي إلا ولدتي ليا ولد علمي ليا بمجدول ديال الحرير، أما لو ولدتي ليا البنت علمي ليا بهدمة كحلة. إوا مشات أيام وجات أيام، ومشاو الحجاج، والمرا من بعدو ولدات بنية وسماتها لالا خلالة خضرا. إوا دازو سنين ورجعوا الحجاج والبنت كبرات. إوا المرا خافت على راسها، خدات البنت خبتها في واحد الصندوق، ودات معاها قريقيعات والويزات والتمار والشريحة، وقالت ليها ووصاتها سمعي بنتي مزيان، ما تخرجيش من الصندوق حتى يمشي باك يخرج من الدار، وغنبقى نحلك انا مره تخرجي تلعبي بما هو جا. قالت لها واخا ماما. ايوا جا السيد وقال لها نضرا شنو ولدتي. قالت ليه راني ولدت الولد، ولكن راه مات لا رحمه. ايوا السيد طاق. واحد الليله كان خارج في واحد الزردة، هو يدخل ديك الليله بكري. ملي دخل الام كانت حالة على بنتها خارجه كتلعب، وعلى بالها غادي تعطل في الزردة. شويه الراجل ملي دخل هو يشوف البنت كيف شافته مشات رجعت تخبات في الصندوق. ايوا السيد خدا الصندوق ودار وحده راسو، وقالت له مراتو مالك مع الصندوق. قال ليها غير بغيت خليه حدايا، بغيت يبقى معايا. قالت له الله يهديك الراجل، حيت الصندوق. قال لي هذاك الشيء اللي فيه انا بغيته. قالت لي الله يهديك تكرهها بنتك، انا راه ما نقدرش نقولها لك خفتك لا تقتلني. قال لها انا بغيت اللي في الصندوق. ايوا هو يهز الصندوق، هو يمشي من بلاد لبلاد، والبنت في الصندوق. البنت مسكينة كان جاها العطش، وقالت له عافاك بعطيني شريبة. هو يقول ليها قولي ناخذ كبة ونعطيك تشربي. ايوا البنت حشمات وسكتات. داز عاوتاني مدة وقالت له عافاك بعطيني نشرب. هو يقول ليها قولي ناخذ كبة ونعطيك تشربي. البنت سكتات وصبرات، ولكن مع مرور الايام البنت عطشات وخاصها تشرب الماء. هما يوصلوا لواحد الواد وهي تسمع الماء، وهي تقول له عافاك با عطينا نشرب. هو يقول لها قولي ناخذ كبة ونعطيك تشربي. وهي تقول ليه ناخذك حنينه غير عطقني. هو يحل ليها الصندوق وهي تخرج منه وشربت الماء، مشات عند الواد وبقات كتغسل في يديها وغسلت وجهها. شويه الاب ديالها مشى قال لها انا غادي نتوضا. ايوا مشيت توضا، بامر الله سبحانه وتعالى الواد قسم على جوج ودار ليها طريق فاش تهرب. هي كيف شافت داك المنظر مشات كتخبى كتجري في وسط داك الطريق اللي دار لها الله سبحانه. هو شويه من بغى باها شافها بغى يتبعها، وهو يرجع الواد كيف ما هو، وهي تقول ليه بلغ سلامي لامي علي واخد بنته. كيقول ليها غير رجعي بنتي غير رجعي ما ناخدكش. شويه كيتم غادي وكتخرج لي عاوتاني كتقول له بلغ سلامي لامي علي واخد بنته. كيعاود رجع ويقول ليها عافاك بنتي لا ما رجعي، عافاك بنتي لا ما رجعي راني ما ناخدكش. شويه طاح الياس صافي هو يمشي بحاله ورجع بحاله لدارو. ايوا البنت وهي تمشي لواحد الغابه. في ديك الغابه شافت واحد النواله عايشين فيها
7 ديال الخوت. هادوك الخوت صيادة، كان كيخرجوا كيصيدوا، وداك الشيء اللي كيصيدوه كيجيبوه كيذبحوه وكيقطعوه وكيطيبوه باش ما حيت شحال هادي كان داك الشيء ما كانش الثلاجه وداك الشيء باش ما يخنش. شنو كانوا كيديروا ليهم؟ كانوا كيطيبوه كامل وكيخليوه. البنت جاها الجوع، ومني شافت العافيه، الدخان ديال العافيه في ديك البلاصه، مشات بشويه بشويه كتخبى. وما يمالوا ليها دوك 7 ديال الخوت ملي كيمشيو يصيدوا بالنهار وبالليل كيرجعوا. وديك الماكله اللي كيطيبوا، البنت مع جهة الجوع بغاتها. ايوا غير كينعسو هما، البنت كتمشي كتاخد اللحم اللي طايب وكترجع تخبى. الولاد دخلهم الشك، قالوا بلي شي واحد كياخد لنا الماكله. كان خوهم قرع، كيقولوا ليه القيرع. قالوا ليه ما تكون غير انت اللي كتاكل الماكله. قال لهم لا ماشي انا. قالوا ليه باش غادي نعرفوا انت اللي كتاخد الماكله. هو يقول لهم انا هاد الليله غادي نبقى على شكون اللي كيجي ياخد لنا الماكله، ولا عرفتو انا غادي نفيقكم. قالوا له صافي واخا. ايوا في ديك الليله الخوت نعسو، والقيرع بقى عاس، ضرب راسو ناعس. شويه وهي تجي البنت، جات خلاله خضراء، هي كتاخد هكا في اللحم، وهو كان موجد ديك الساعه ابره وخيط. هي كتاخد اللحم، هو قاعد كيخيط بين حوايجو مع حوايجها. ايوا هي ملي سالات تما تغادا، وهي تحبس، وهي تدور، وهي تقول له امن عليا. ويقول لها واش انت من الانس ولا من الجن؟ قالت له امن عليا ونقول لك كل شيء. قال لها عليك الامان. ايوا حكات له القصه وفيق خوتو، وقالت لهم القصه من الاول حتى الاخير. قالوا لها مرحبا بك معانا. هما كيمشيو يصيدوا، وهي بقات مقابله ليهم الخيمه اللي في النواله، كتشقى هكا كتحطاب المهم مقابله ليهم الدويره. هادو الخوت مع هي كانت ما شاء الله عليها زوينه، قالوا خاص شي واحد فينا اللي ياخدها، كله ويقول انا اللي ناخدها. ايوا دابزوا عليها، وهي تقول لهم هانتوما شنو غادي ديروا؟ غتمشيو للغابه وغتجيبوا ليا اوراق السدر، وانا غندير لكم في يديكم، واللي حمارت فيه هو اللي غادي ناخدو. ايوا قالوا لها واخا، ولكن هي اتفقت مع القيرع حيت كانت بغاتو وبغاها. قالت له انت جيب لي الحنه ما تجيبش ليا اوراق السدر. قال لها صافي. ايوا مشاو الخوت جابوا اوراق السدر، وكل واحد دارت له الحنه في يديه وجمعتها له حتى الصباح ان شاء الله وتشوف. ايوا في الصباح كاملين يديهم ما حمارتش فيهم الحنه، الا القيرع حمارت في يديه وهو اللي تزوج بها. ايوا دازت ايام وجات ايام، ولاله خلاله خضراء عاشت بخير ودارت دجاج ولات مقابله الدار. واحد النهار كان جاي واحد العطار كيدور من دار لدار، من دوار لدوار. هو ملي كان كيوصل عندها كانت كتخرج تبيع وتشري معاه البيض او لا اي حاجه بغاتها في واحد طاسه ديال النحاس. ديك الساعه كان نحاس لي نحاس. وكتخرج تبيع هي ويا وتشاري في ديك الطاسه ديال النحاس. هو كان كيمشي من دوار لدوار. واحد المره هو يوصل للدوار ديال امها، وهي تخرج عند امه تخليها خضراء، وهي تخرج لي غير واحد الشريط. هو يقول ليها واخا انت تكوني هي خلاله خضراء اللي كتخرج ليا داكشي في طاسه ديال النحاس. وتقول لها عافاك ولدي كيفاش خلاله خضراء فين كتسكن؟ هو يقول لها راه كاينه فواحد الدوار فلان فلاني. وهي تقول له هذيك راها بنتي. عافاك ولدي هاد المره ملي تكون غادي وغدوز عليها دوز عندي نعطيك واحد الامانه توصلها ليها. قال لها واخا. ايوا داز ايام وجات ايام، والعطار ملي كان غادي داز عند امو خلاله خضراء وقال لها راني غادي دايز. خلاله خضراء وجدات واحد الخاتم ودارت فيه السم، وقالت ليه بلغ سلامي للخلاله خضراء، ولكن قول ليها ما تجاوبك
حتى دير هاد الخاتم في فمها. ايوا داكشي اللي كان. مشى للعطار يدور من دوار لدوار حتى وصل للدوار اللي فيه خلالة خضرا، وهي تخرج بالطاسة ديال النحاس باش تبيع وتشري معاه. هو يقول ليها امك بلغت لك السلام وقالت ليك ديري هاد الخاتم في فمك، ولكن ما تهضري حتى ديريه. قالت له واخا. هي خدات مسكينه الخاتم، وكيف دارته في الفم ديالها هو وحليها وهي طيح. العطار خاف على راسو وقال هنا كانوا، مشى وهرب. شويه هما يجيو الخوت وكل واحد مخلوع وكيقول خلالة خضرا خلالة خضرا. ايوا ما لقاو ليها مساكن جهد. قالوا شنو غادي نديرو؟ قال عندهم هما الجمال، كان عندهم الناقات والجمال. ويمشي راجلها ويقول الناقة الخضرا، قالوا الناقة الخضرا شحال تهزي اللاله ديالك من عام؟ قالت له جهدي نهزها غير نص عام. ويمشي عند الناقة البيضاء، قال له الناقة البيضاء شحال تقدري تهزي لالك من عام؟ قالت له جهدي نهزها غير عام. ويمشي واحد الناقة كبيرة شوية بكرة ويقول لها والناقة مسمين عليها النعيمة، والناقة النعيمة شحال تهزي لك من عام؟ وهي تقول له نهزها العمر كامل. هو مسكينة شدوها ووقفوها عليها بحال هكا ما بين في ظهر ديال الجمل وخلوها كدور بها مسكينة النهار كامل. هو داز ايام وجات ايام. ديك الناقة واحد النهار عيات، مع الهبط انا غتهبط باش ترتاح، باش تجلس باش ترتاح. ديك الجلسة اللي غتجلس لا خلالة خضرا لاحت الخاتم تلحلا من الفم ديالها. شويه كانوا دازين واحد الصيادة وهما يشوفوا داك المنظر. ملي شافوها وهي تعجبهم خلالة خضرا، وكل واحد يقول انا اللي غادي ناخدها. هو بدو يدابزو شكون اللي غياخدها. قالوا اجي نمشيو عند شيخ القبيله هو اللي يقول لنا شنو غنديرو. وداك الشيء اللي كان. داو عند الشيخ القبيله قالوا لي شنو طرا وبغينا واحد فينا اللي ياخدها. وين ناقش الشيخ القبيله وقال ليهم حتى واحد فيكم ما غادي ياخدها، انا اللي غادي ناخدها. ايوا خداها الشيخ القبيله وعاش مرتاحه عايشه بخير وعلى خير. مشات خبيرتي من الواد الواد وانا بقيت جالسه مع الناس جواد. خليتكم على خير، تلاقوا في حكايه جديده ان شاء الله.